السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جديد وفيديو جديد بعد هزيمة الزمالك الكارثية من بطل الجزائر شباب بلوزداد 1-0 بمصر. وحال الزمالك كالتالي: شالوا ألدو وحطوا الشاهين، ألدو قال ما انتوش لاعبين. شالوا فيريرا حطوا نبيه، فيريرا قال ما انتوش لاعبين. هي كده باللفظ، شالوا فيريرا جابوا نبيه، فيريرا قال ما انتوش لاعبين. فالمستشار قال له ماشي يا عم مش هنلعب، ارجع تاني. هي بقى ده اللي حصل، قال له ارجع تعالى تعالى. برجعه ليه؟ مرجعه ليه بعد ما هديته وكسرت فرقته؟ مش ده اللي كنت قاعد بتقول لك بيلعب 6 بدل 8 و4 بدل 5 وقاعد بتفتي اكنك فاهم في كل حاجه ما شاء الله. انزل انت درب، انزل انت وعيالك اقفوا على الخط وقعدوا زعقوا للعيبه وبتاع عشان اللعيبه تخاف وتجيب اجوان. انزل انت درب، ما الفرقه باظت خلاص، خلصت، انتهت. فيريرا بقى نبيه، والله لو جبتوا جراديولا يعني الواحد خلاص مفيش، انسى، الفرقه اتدمرت. فيا استاذي العزيز الاداء باهت، اللعيبه مش عايزه تلعب، مفيش حافز. اللعيبه مش مشتته، مش مركزه في الكوره، في دماغها في حته تانية، في دوشه كده حواليها، في وش حواليه. هو انت بس تمشي من النادي كل حاجه تتحل. ما هي اما تمشي يا اما تخلع من فرقه الكوره. يعني اقعد يا عم ماشي، بس اخلع بقى من فرقه الكوره. يعني امسك فرقه الطايره، امسك السله، اقعد بقى ركز وهات صفقات واقعد اتكلم بالليل وكده. يعني سيب بقى فرقه الكوره خالص. فشلت. صفقات ايه اللي انت بتقول بتتغلب عشان مش مضامن انت؟ يعني ايه انت فرقه بتتغلب عشان احنا لسه ما جبناش الثلاث لعيبه؟ مش فاهمها. انتوا اصلا 11 وفي عمود اساسي وي. ده الزمالك بتاع الدوري يا عم، الموسمين ورا بعض اللي فارقين ميتنا بيه. كل ده عشان خدتوا دوري 2 ورا بعض، هتذلونا. المهم نرجع لموضوعنا. فانتوا مش عارفين تجيبوا اللعيبه عشان كده بتتغلبوا؟ ايه الهبل ده؟ طب شوفوا لكم الجول الاول يقف بدل الخرم ده. انت الجول خرم يا عواد ده، يا عواد ده ما تلعب صبحي، يا عواد ده ما تلعب صبحي. لا تعبان، لا ما ينفعش. بس طبعا لا، الفلوس ومرتضى والسمسره. امام عاشور بقى ايه؟ هو اللي كان شايل الفرقه، واضح جدا ان امام عاشور ده هو اللي كان شايل الفرقه كده. بعد ساسي الفرقه وقعت وقعدنا نقول مش عارف ايه، ظهر امام عاشور. رايح تبيعه قبل عقده بسنه عشان تدي ابنك من شركه السمسره يعمل صفقه وياخد منها 500,000 دولار، عشان كده بايعه. واضح قوي وانت بتبيعه ان انت فرحان يا مرتضى. يعني وانت بتبيعه كلم انت هاني شاكر اقنعه. مال هاني شاكر الزفت ده بالكوره؟ جاي واحد فنان يقنع على لعيب كوره؟ احنا بنهزر يا ابني، ايه ده؟ اللي اقنعه انت يا هاني شاكر. ناس بقى تجيب محمد منير وعمرو دياب يقنعوه عشان يقعد في الزمالك. ايه التخلف ده؟ ايه الاداره الفاشله دي؟ ده انت تدير نادي؟ انت تدير مطعم اهو. بص، دير برجر كينج، روح قدم على الوظيفه هيعينوك يا سياده المستشار. النادي اتدمر، النادي ضاع، والبلد زي ما هو بيقول، والبلد واقفه بتتفرج على واحد مهرج، كلاون مهرج. اراجوز ماسك فرقه بحجم الزمالك، هو رئيسها تاني اهو. بص، روح قدم، خد عيالك، افتح بقى محلات برجر كينج. يعني ايه في مصر؟ وزع بقى فاهم انت؟ سيبك من الكوره، مش جايبه معاك. يا اما انت انزل درب بقى، انزل درب. لك الله يا جمهور الزمالك. لو ما اشتركتش بالقناه اشترك، واعجاب بالفيديو اهم حاجه. لو سمحت الشير عشان يوصل للناس كلها. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.